السلام عليكم. الفيديو ده مخصص لأصحاب الشركات وأصحاب البيزنس اللي حابين يفهموا ببساطة يعني إيه موقع تعريفي وإيه المتطلبات الأساسية اللي تقدر تبدأ بيها بتكلفة مناسبة وبأكبر احترافية ممكنة. فخلينا أشرح لك الموضوع من البداية للنهاية بشكل بسيط وواضح. الموقع التعريفي ببساطة هو الموقع اللي بيعرف الناس على شركتك وبيجاوب على 4 أسئلة رئيسية: أنت مين؟ وبتقدم إيه؟ وبتخدم مين من العملاء؟ وليه العميل يختارك أنت بالذات؟ هو مش متجر إلكتروني ومش نظام حجز ولا منصة تعليمية، هو واجهة رسمية للشركة بتعكس هويتها وبيخلي العملاء تتعرف على البيزنس بتاعك. طيب ليه أصلا شركتك محتاجة موقع تعريف؟ خليني أقولها لك ببساطة كده. لما حد بيسمع عن شركتك أول حاجة بيعملها إن هو بيدور عليك، فلو ملقاش موقع رسمي الانطباع الأول بيكون سلبي. فالموقع التعريفي بيديلك ثقة ومصداقية أعلى بكتير من صفحات السوشيال ميديا. كمان بيساعدك تظهر على جوجل، يعني لو حد كتب اسم شركتك أو الخدمة اللي أنت بتقدمها للناس فتقدر تطلع في نتائج بسهولة، وده طبعا بيبعت لك عملاء أو زوار مهتمين بشكل مجاني. كمان بيديلك كنترول كامل على شكل المحتوى وطريقة العرض، وكل التفاصيل اللي انت محتاجها بتكون قادر تتحكم فيها بنسبة 100%. كمان الموقع بيكون حاجة أساسية جدا لو انت هتعمل إعلانات على جوجل. طيب ايه هي الصفحات الأساسية اللي لازم تكون موجودة في الموقع التعريفي؟ أي موقع تعريفي لازم يحتوي على شوية صفحات أساسية، زي الصفحة الرئيسية مثلا. دي أهم صفحة لازم يكون فيها مجموعة عناصر. أول حاجة إن يكون فيها رسالة واضحة للعميل، وبعدين الخدمات الأساسية اللي أنت بتقدمها، خدمتين 3 4 يكونوا موجودين في الصفحة الرئيسية، وبعد كده ليه يختار شركتك، وأهم حاجة يكون فيه زر واضح للتواصل. لو شفنا الصفحة الرئيسية لموقع بيكسل واي هنلاقي موجود هنا آدي الرسالة الأساسية اللي بتوصل للعميل أول لما يوصل الموقع للصفحة الرئيسية، وادي زرار بكول تو أكشن أو الخطوة اللي المفروض العميل ياخدها بالظبط إيه. أنا عايزه إن هو يحجز استشارة مجانية، فالزرار لازم يقول حجز استشارة مجانية، مش مثلا تعرف على المزيد أو كده. لا، أنا عايز الهدف إن هو يحجز استشارة مجانية، يعني لما يدوس على الزرار ده يبقى عارف إيه الخطوة اللي هو محتاجها. لو نزلنا لتحت شوية كده هنلاقي الخدمات اللي بيتم تقديمها في الموقع. دي كده نبذة مختصرة عن الخدمات اللي بتتقدم في الموقع. وبعد كده لو دوست على معرفة المزيد هيتعرف على الخدمة بتفاصيل أكتر شوية. زي ما اتفقنا ادي زرار واضح اهوت، ولو عملنا كده سكرول هنلاقي الزرار برضو بتاع حجز استشارة مجانية ثابت وموجود طول الوقت. وبرضو في زر تواصل اهوت بتاع الواتساب، موجود وظاهر في الموقع بشكل أساسي. فدي الحاجات اللي المفروض تكون موجودة في الصفحة الرئيسية بتاعت أي موقع تعريفي للشركات. الصفحة اللي بعد كده هي صفحة من نحن أو About Us، ودي بتحكي فيها باختصار عن قصة الشركة، رؤية الشركة والخبرات والناس اللي انت بتخدمهم. الصفحة اللي بعد كده هي صفحة الخدمات، ودي بيكون موجود فيها يعني تفصيل واضح كده للخدمات اللي انت بتقدمها. خلينا نشوف مثال كده. لو جينا نشوف كده الخدمات هننزل هنا كده نلاقي الخدمات دي هنا كده ايه، نبذة بسيطة عن كل خدمة. لو ممكن ندخل كل خدمة من مستقلة من هنا، أو ممكن ندوس على هنا كده. فلو طلعنا هنا قلنا الخدمات وبعد كده تصميم المواقع، هنلاقي هنا كده برضو الرسالة الأساسية اللي انت عايز العميل ياخدها هنا ايه، انه برضو يحجز استشارة مجانية. وهنا في شوية خطوات بسيطة كده. طبعا هي ايه الشكل الصفحة ديت او التصميم بتاعها او الرسالة بتاعتها بتختلف من خدمة للتانية. هنا الخطوات موضحة بتاعة تصميم الموقع بنمشي ازاي. وبرضو هنا لازم يكون في كول تو اكشن، وادي الكول تو اكشن هنا برضو ثابت، وادي زرار واتساب ثابت طول الوقت. لو رحنا برضو على الخدمات اللي بعد كده، خدمة مثلا بريد الإلكتروني، برضو في رسالة واضحة خالص للخدمة. الخدمة ديت انت هتستفيد بيها ازاي او هتقدم للعميل ايه. وهنا برضو الكول تو اكشن هنا مختلف، ان انا عايز الكول تو اكشن هنا عرض الاسعار. فعرض الاسعار بينزل هنا كده ليوضح للعميل الاسعار بتاعة الخدمة. برضو شوية تفاصيل كده عن الخدمة ديت وهيستفيد بيها ايه، وايه القيمة المضافة اللي انت بتقدمها للعميل. فزي ما اتفقنا هنا كده الكول تو اكشن، وهنا كده الدفع اونلاين برضو الاكشن واضح، انت عايز العميل ياخد ايه هنا بالظبط. وهنا زر التواصل ثابت طول الوقت. الصفحة اللي بعد كده هي صفحة اتصل بنا، ودي لازم يكون فيها ارقام التليفونات ورقم للواتساب وخريطة، يعني المكان اللي انت بتشتغل منه، مكان البيزنس بتاعك يكون ظاهر على خريطة جوجل، ولو في فورم تواصل بسيط كده. خلينا نشوف مثال برضو. لو ضغطنا هنا على صفحة اتصل بنا هتلاقي برضو الهدف الرئيسي من الصفحة ان هو يكون في تواصل مع العميل. هنلاقي هنا كده البريد الإلكتروني ورقم الواتساب ورقم أرقام الهواتف، وبعد كده في فورم تواصل بسيط كده لو عميل عنده رسالة عايز يبعتها. لو مش عايز يتواصل يعني عن طريق الواتساب، عن طريق التليفون، بيبعت لك رسالة هنا، وانت الرسالة ديت المفروض ان انت ترد عليها بشكل سريع عشان ما تفقدش العميل ده. فزي ما اتفقنا فيها ادي زرار كول تو اكشن، انت تتصل بنا او تواصل معنا، ارقام التليفونات والبريد الالكتروني ونموذج التواصل. ده اللي بيكون موجود او المطلوب يكون موجود في صفحة اتصل بنا. الصفحة اللي بعد كده هي صفحة أعمال سابقة. لو أنت عندك أعمال سابقة تعاملت مع عملاء أو مع شركات أو مع جهات،
بتحط برضو المشاريع دي بشكل مبسط وتكتب أو تحط اسم الجهات اللي أنت اتعاملت معاها. ده طبعا بتدي مصداقية للعميل إن هو يقدر يعني ياخد قرار إن هو يتعامل معاك بشكل أسرع. الصفحة اللي بعد كده هي الصفحات القانونية، دي على حسب البيزنس أو البيزنس بتاعك محتاجها، زي السياسة الخصوصية أو الشروط والأحكام. يفضل إن الصفحات دي تكون موجودة، وخلينا نشوف مثال عليها كده. لو جينا نشوف هنا في موقع بيكسل واي هنلاقي الصفحة بتاعت سياسة الاستخدام وسياسة الخصوصية، وغالبا الصفحات ديت بتكون موجودة في الفوتر بتاع الموقع، ما تكونش موجودة يعني في القائمة الرئيسية اللي فوق، هي بتكون موجود تحت هنا كده. فلو دوسنا عليها سياسة الاستخدام هتلاقي مكتوب فيها يعني ايه كل انت السياسات بتاع الشركة بتاعتك، انت بتقدم ايه ومسؤول عن ايه والعميل مسؤول عن ايه وهكذا. ولو نزلنا تحت كده برضو سياسة الخصوصية برضو بتكون كاتب فيها كل ما يخص سياسة الخصوصية، العملاء بتتعامل مع البيانات بتاعتهم ازاي وهكذا. فلو البيزنس بتاعك شرط ان يكون الحتة بتاعت الخصوصية وسياسة الاستخدام حاجة مطلوبة، فيفضل انت تعمل الصفحات ديت، وزي ما اشرنا لازم تكون او يفضل انها تكون موجودة في الفوتر بتاع الموقع مش في القائمة الرئيسية. هنتكلم بعد كده عن المتطلبات الأساسية لإنشاء موقع تعريفي، والمتطلبات الأساسية دي أقصد بيها المتطلبات الفنية، يعني التكنولوجيا اللي أنت بتحتاجها علشان تصمم موقع تعريفي للشركة بتاعتك. أول حاجة هي الدومين اللي هو اسم الشركة، يعني خلينا نقول إن الدومين بتاعك هيكون اسمه mybusinesssite.com. لو البيزنس بتاعك مثلا اسمه مطعم هنقول إن هو مثلا مطعم برجر دوت كوم وهكذا. ده الدومين اللي هو عنوان الموقع بتاعك على الإنترنت. خلونا نوضح نقطة مهمة فيما يخص الجزء بتاع الدومين أو أسعار الدومينات تحديدا. يعني ممكن تلاقي شركات أو فريلانسر لما بيجي يعرض عليك إن هو يصمم لك موقع، هتلاقي بيقولك إن أنا هعمل لك دومين الامتداد بتاعه دوت أونلاين أو دوت سايت أو دوت شوب. هو بيكون عايز يغريك بالسعر القليل، فهو في البداية عايز يقلل على نفسه التكلفة، لكن هتيجي تتفاجئ بعد كده بسعر تجديد الدومين بس لوحده هتلاقيه برقم كبير. فلو جينا نشوف مثلا الدومين اللي هو دوت أونلاين، بيبقى سعره أول سنة 98 سنت، حوالي دولار كده، بحاجه اسمها اي كان فيز. فتلاقي الدومين مثلا تكلفته اول سنه حوالي 50 جنيه، لكن هتيجي تبص هتلاقي التجديد بتاعه الفيز اللي هتضاف هنا حوالي 30 دولار. فاول سنه هيبقى السعر بتاعه قليل على الشركه اللي بتتعامل معاها، فعلى هذا الاساس هو مقلل لك السعر. لكن في التجديد هتتفاجئ ان سعر تجديد الدومين لوحده مبلغ هيخش في حوالي مثلا 1500 جنيه. فانت لو جيت للشركه دي قلت له الدومين لا انا عايزه دوت كوم، فهو تلقائي هتلاقيه زود لك مثلا ايه السعر بتاع سعر المشروع اللي هو هينفذه لك، هيزوده مثلا 600 جنيه 700 جنيه في الحدود دي. فخلينا نشوف مثلا دومين تاني برضو الناس بتستخدمه اللي هو دوت سايت. هنبص نلاقي دوت سايت نفس الحكايه، التكلفه بتاعته اول سنه حوالي دولار، والتجديد بتاعه هيخش في حوالي 27 دولار. لكن لو جينا مثلا لدومين زي دوت كوم هنا هتلاقي التكلفة الأساسية بتاعته حوالي 12 دولار، وبعد كده التكلفة بتبقى مستقرة 18 دولار. لكن هو هنا في نيمت شيب السعر بتاعه غالي شوية. في مواقع تانية بيكون دوت كوم سعره ثابت تقريبا كل سنة لما بتشتري أول سنة، وبعد كده سعر التجديد بتاعه حوالي مثلا في حدود 10 دولار 10 ونص دولار، يعني حوالي 500 600 جنيه. دي تكلفة ثابتة، فأنت تاخد بالك من النقطة ديت لما تكون هتتعاقد مع شركة. اتأكد بس ان الدومين او تبقى انت عارف ان الدومين اول سنة هيكون سعره رخيص لو هو اونلاين دوت اونلاين او دوت سايت او دوت شوب، لكن بعد كده هيبقى سعر التكلفة بتاعته سعر التجديد بتاعه هيخش في حوالي 30 دولار في السنة الجديدة. الحاجة اللي بعد كده المطلوبة هي استضافة الموقع بتاعك. الاستضافة دي كده ببساطة ده سيرفر بيكون موجود عليه كل الملفات اللي تخص الموقع بتاعك، الصور الفيديوهات المحتوى، فدي لازم تكون موجودة أو محفوظة على سيرفر. ففي الحالة دي الموقع بتاعك بيتضاف على أو الدومين بتاعك عشان يشتغل ويكون موجود أونلاين لازم يتضاف على حاجة اسمها استضافة المواقع أو الويب هوستنج. بالنسبة للمواقع التعريفية ممكن تبدأ ببساطة جدا على موقع على استضافة مشتركة، بيكون سعرها كويس، لأن أصلا الموقع التعريفي بيكون كل الهدف منه إن أنت بتعرض الخدمات بتاعتك وبتعرف الناس بالبيزنس بتاعك، فما فيش عمليات كتير بتحصل عليه، عكس مثلا حاجة زي المتاجر الإلكترونية أو المنصات التعليمية. لا، رحلة العميل بتكون مختلفة جدا، لأن العميل بيدخل يتصفح الموقع يشوف المنتجات يشوف الأقسام يتعرف على الأسعار، وبعد كده بيكمل بقى الجيرني كاملة إن هو يضيف المنتج ده للسلة، وبعد كده يعمل التشيك اوت، وبعد كده بيتعمل له حساب على الموقع او اكونت على الموقع عشان يتابع الحاجات اللي هو طلبها والاوردرات بتاعته والاوردرات توصل امتى وهكذا. ونفس الكلام بالنسبة للمنصة التعليمية. لكن في الموقع التعريفي زي ما اتفقنا ان هو الهدف الاساسي ان تعريف بالخدمة، وان العميل يتواصل معاك، يا اما يتواصل عن طريق نموذج التواصل او يتواصل بالتليفون او يتواصل عن طريق الواتساب. فاستضافة المواقع المشتركة بتكون مناسبة جدا في بالنسبة للمواقع التعريفية.
الحاجة المطلوبة اللي بعد كده هي الوورد بريس، وهو يعتبر أفضل نظام لإدارة المحتوى، لأن التعامل معاه سهل بسيط جدا من حيث التعامل مع الموقع، تحديث الموقع أو أنت تضيف عليه محتوى جديد أو تضيف صفحات أو غيره، بيكون التعامل معاه بمنتهى البساطة. وغالبا كل الشركات او اي شركه او فريلانسر هينفذ لك مشروع موقع تعريفي عن طريق الورد بريس، هيعمل لك تدريب بسيط كده او هيصور لك فيديو بسيط ازاي تتعامل مع لوحه التحكم بتاعه الورد بريس. خلينا نشوف مثال بسيط عليها كده. فزي ما احنا شايفين كده، دي لوحه التحكم بتاع الورد بريس. زي ما انتم شايفين بيكون متاحه باللغه العربيه وبلغات تانية طبعا، بس هنقول ان اللغه العربيه تكون اسهل في التعامل. فزي ما احنا شايفين ده شكلها، ده الصفحه الرئيسيه ديت التحديثات، يعني كل حاجه شارحه نفسها اصلا. المقالات دي لو انت عايز تكتب محتوى تحطه في الموقع بتاعك، الوسائط دي اللي هي الصور، الفيديوهات، اللوجوهات، كل حاجة تخص الوسائط، الصفحات برضو نفس الحكاية، عايز تضيف صفحات جديدة للموقع. طبعا لو هو متجر إلكتروني، بس ده كده يعني دي حاجة بس كده الموقع ده للتجربة. لو موقع إلكتروني تقدر تضيف عليه المنتجات بتاعتك، تشوف المدفوعات، تشوف جالك مبيعات قد إيه. ولو نزلنا تحت كده هنلاقي المظهر ده اللي بيتحكم في شكل الموقع بشكل كامل يعني، الأعضاء اللي بيدخلوا الموقع وهكذا. فهو التعامل معها بيكون بسيط جدا، فعشان كده غالبية الناس هتلاقيهم بيعملوا الموقع التعريفي ده باستخدام وورد بريس. الجزء اللي بعد كده اللي هو التصميم بقى بتاع الموقع، لازم يكون تصميم مناسب. وبصراحة النقطة دي مهمة، وهي اللي بتفرق ما بين شركة للتانية وما بين فريلانسر للتاني. الموقع لازم يكون متصمم بتصميم مناسب للهوية البصرية للشركة، من حيث الألوان، من حيث الخطوط، من حيث كل حاجة. لازم يكون في تناسق، يعني ما ينفعش مثلا تكون اللوجو بتاعك اللون بتاعه اصفر في اسود، وبعد كده تيجي انت تعمل الالوان بتاعه الموقع اخضر في اصفر، فده كده بيبقى مش مناسب خالص. يعني نقطه برضو مهمه جدا، ان لازم الموقع يكون ريسبونسيف، التصميم بتاعه يكون ريسبونسيف ديزاين، بمعنى ان الموقع لازم يشتغل بشكل كويس جدا ويكون مناسب، سواء بيشتغل على موبايل او على تابلت او على لابتوب او على شاشات كبيره. فدي حاجه لازم يتم مراعاتها في التصميم بتاع الموقع. كمان الموقع لازم يكون متامن بشكل كويس، وفي نسخ احتياطي بشكل دوري، عشان لا قدر الله لو حصل اي مشكله في الموقع، البيانات تكون محفوظه على سيرفر تاني او على مكان تاني، وتعمل انت ايه استرجاع يعني او ريستور للبيانات ديت، ومفيش اي حاجه تضيع من الموقع بتاعك. خلينا نشوف مثال كده برضو على موضوع التناسق بين الالوان وتوحيد الالوان والخطوط. خلينا نشوف مثال كده. لو جينا نشوف مثال كده في موقع بيكسل واي، هنبص نلاقي ان اللون الاساسي كده من النظره الاولى هو درجه البنفسجي ديت، وبعد كده ايه بتاخد منها درجات، يا اما افتح شويه يا اما اغمق شويه. فلو رحنا كده على الزرار هنلاقي الزرار الخلفيه بتاعته باللون الابيض، لكن النص مكتوب باللون اللي هو البنفسجي ده. ولو عملنا عليه هوفر هنلاقي درجه برضو بنفسجي لكن درجه اغمق شويه. هتلاقي اللون هو برضو ايه نفس اللون المستخدم هنا كده، دي بس دي درجه خفيفه منه شويه، وهكذا. فالالوان شبه ثابته، هي درجه وبعد كده بتاخد منها الافتح والاغمق. لو جينا نشوف الخطوط هتلاقي برضو الخط المستخدم هنا، ده الخط اهوت، الخط اسمه تجوال، بس ايه بيختلف كده. يعني هنا كده في العنوان ده تجوال، هنا كده برضو لو جينا نعمل الفوند ديتيلز هنلاقيه برضو اللي هو تجوال. لكن زي ما اتفقنا ان هو بيختلف بس المقاس بتاعته والسمكة بتاعته في الموقع كله. لو جينا نشوف الجزء اللي هو بتاع الريسبونسيف، الموقع هنا كده شغال على الشاشة بتاعة اللابتوب او الشاشات الكبيرة شوية، يعني شغال ومناسب جدا للشاشة. لو عملنا كده الجزء اللي هو بتاع الريسبونسيف ده، لو احنا عملناه كده، ده كده البريفيو بتاع الايفون، هنبص نلاقي برضو شكله الشكل اتغير. الحاجات اللي كانت موجودة 4 خدمات جنب بعضهم هنلاقيهم هنا على النسخة بتاعة الموبايل موجودة واحدة بواحدة. فده التصميم الريسبونسيف اللي احنا بنقول عليه ان هو يكون مناسب لأي تليفون أو أي جهاز بيشتغل عليه. لو جينا بس من هنا كده نغير، لو اخترنا مثلا حاجة زي الآيباد، هنلاقي برضو الشكل بقى مناسب لتصميم الايباد او تصميم التابلت. برضو من الحاجات المهمه لاي موقع تعريفي ان يكون فيه تهيئه اساسيه للاي او. الاي او ببساطه اللي هو تهيئه الموقع، ان احنا بنعمل شويه خطوات كده في الموقع، بحيث ان لما حد يجي في جوجل كده يكتب اسم الشركه بتاعتك او يكتب حاجه من الخدمات اللي انت بتقدمها، فالموقع بتاعك يظهر في النتائج الاساسيه. ده اسمه تهيئه للاي او. مش لازم تكون حاجه متقدمه جدا يعني، لكن على الاقل خطوات بسيطه تتعمل عشان تخلي الموقع يظهر كده ايه، حتى ولو بشكل بسيط. لو حد كتب اسم الموقع على جوجل، اسم الشركة بتاعتك تظهر في نتائج البحث على جوجل. فالخطوات دي ممكن تكون اللي هو ترتيب الصفحات بشكل سليم، يعني ترتيب الصفحات كده بشكل صحيح، وبعد كده يكون في عناوين واضحة بتوصف كل صفحة بتعبر عن ايه. وطبعا لازم يكون الموقع زي ما قلنا قبل كده السرعة بتاعته تكون كويسة، لان ده عامل مهم جدا. جوجل بيحسب على اساسه هيظهر انهي موقع وهيخفي انهي موقع. ويكون في حاجة اسمها ميتا ديسكريبشن لكل صفحة. المطورين او الناس اللي بتشتغل في التصميم المواقع بيكونوا عارفين النقطة ديت، فبيقدروا او المفروض ان هم يعملوها بشكل كويس عشان التهيئة بتاعة الموقع الاي سي او تكون جاهزة.
وبرضه يحصل ربط للموقع بجوجل سيرش كونسول وجوجل اناليتكس عشان تكون قادر انك تقرا كل حاجة بتحصل في الموقع بتاعك بناء على الارقام والداتا، مش بشكل عشوائي. وكمان في حاجة مهمة جدا، ان الموقع بتاعك لازم يتربط بجوجل بيزنس بروفايل، لان ده بيساعد الشركة بتاعتك تظهر على خريطة جوجل في بحث لما الناس بتبحث عن حاجة على جوجل، فالموقع بتاعك او الشركه بتاعتك تظهر في الخريطه وتاخد تقييمات، وتقدر تظهر في المنطقه المحليه اللي انت بتخدم فيها العملاء بتاعك. وعلى فكره انا عندي فيديوهات كامله يعني على القناه بنشرح فيها خطوه بخطوه ازاي تعمل جوجل بيزنس بروفايل وتعمل لها تاكيد بالفيديو. فلو انت محتاج التفاصيل دور كده هتلاقي النقطه اللي هي بتاعت الاي ديت هتظهر لك في اي اليمين او الشمال، فتقدر تتفرج على الفيديوهات ديت عشان تعرف ازاي تعمل جوجل بيزنس بروفايل للشركه بتاعتك او للموقع بتاعك. لو جينا هنا كده على موقع بيكسل واي هنبص هنلاقي هنا كده دي الصفحه الرئيسيه، هنلاقي مكتوب فوق هنا كده في شريط العنوان دي الرساله اللي انا عايز اوضحها، او ده العنوان اللي انا عايز اخلي جوجل يعرف الصفحه دي بتتكلم عن ايه. فهنلاقي مكتوب هنا نساعد نشاطك التجاري على جذب المزيد من العملاء. هنا هتلاقي نفس العنوان موجود هنا بنفس الشكل برضو، يعني انا عايز الصفحه دي كلها تكون بتتكلم على النقطه دي. لو جينا مثلا نتكلم على النقطه بتاعت الصفحات اللي هي بتاعت الخدمات، لو فتحنا تصميم المواقع هتلاقي الصفحة مكتوب فيها خدمة تصميم المواقع، وبعدين لو طلعنا فوق كده هنلاقي برضو في التايتل اللي هو هيظهر هنا كده تصميم المواقع، وهكذا بقية الصفحات. يعني دي بتدي مؤشر لجوجل ان الصفحة دي بتتكلم عن ايه. فهو ده المقصود بالتهيئة البسيطة للاس اي او او لمحركات البحث. من الحاجات المهمة جدا برضو ان انت وانت بتعمل موقع تعريفي للشركة بتاعتك، ان انت يكون عندك ايميل احترافي. الايميل الاحترافي ده اللي هو بيكون الايميل المربوط على اسم الدومين بتاعك، زي info@yourcompany.com او sales@yourcompany.com او support وهكذا. تقدر تعمل الايميلات ديت، او يعني غالبا الشركه اللي هتصمم لك الموقع هيكون ضمن الباقه بتاعه التصميم ان انت يكون عندك ايميل احترافي زي كده. فده اصلا يعني بيدي مصداقيه اول لما انت تكون بتتعامل مع الشركات، وخصوصا لو انت بتتعامل مع توريد لجهات حكوميه او شركات كبيره. فالتعامل بالايميلات بقى اللي هي الجيميل وياهو وهوت ميل والكلام ده بيكون يعني شكله مش احسن حاجه ومش شكله احترافي. فيفضل ان انت يكون عندك بريد الكتروني احترافي مربوط على اسم الدومين زي المثال ده كده. فخلينا نراجع بسرعه كده العناصر المهمه اللي لازم تكون موجوده في الموقع بتاعك. زي ما اتفقنا ان يكون في زرار واتساب يكون ثابت وموجود طول الوقت، وبعد كده يكون في زرار كول تو اكشن لازم يكون يعني الرساله بتاعته واضحه زي اطلب عرض سعر، او في الموقع بتاع بيكسل واي كده اللي هو اطلب باستشاره مجانيه او احجز استشاره مجانيه، وهكذا. لازم يكون الخطوه اللي انت بتقول للعميل دوس على الزرار ده عشان تاخد الخطوه الفلانيه. برضه الخدمات الأساسية اللي أنت بتقدمها لازم تكون موجودة بشكل مختصر كده ومفهوم، الناس ما تقعدش تفكر كتير أنت بتقدم إيه. وبرضه معلومات التواصل زي ما قلنا كده تكون موجودة في الفوتر، موجودة في الهيدر، موجودة في زر الواتساب. وبرضه لو عندك شهادات أو تقييمات أو مراجعات من الناس أو سابقة أعمال أنت اتعاملت مع ناس قبل كده، دي برضه بتزود المصداقية بتاعة الموقع وتخلي العميل إنه ياخد قرار إن هو يتعامل معاك أسهل وأسرع بكتير. وبما ان يعني السؤال الاهم او ناس كتير بتسأل ان تكلفة الموقع التعريفي او الويب سايت التعريفي للشركة بيكون كام، فخلينا اوضح بس شوية نقط مهمة كده. ان الموقع التعريفي مش من الحاجات اللي تكلفتها كبيرة، لان هو ما فيهوش برمجة معقدة او انظمة حجز او بيع اونلاين، عكس مثلا المتاجر او المنصات التعليمية او المواقع اللي هي مثلا بيبقى فيها زي مواقع السياحة اللي بيكون فيها حجز فنادق او غرف فندقية وهكذا. بيكون الموضوع يعني بياخد شغل اكتر وبيحتاج خبرة اكتر في التنفيذ. فالسعر نفسه بيختلف من شركة لشركة ومن فريلانسر ولا هو شركة كبيرة ولا هو شركة صغيرة، وكمان من بلد لبلد. والاختلاف زي ما اتفقنا قبل كده بيكون في جودة التصميم وفي تجربة المستخدم وسرعة الموقع. هو موجود على الاستضافة عاملة ازاي، الاستضافة دي مشتركة ولا سيرفر منفصل، ولو هي استضافة مشتركة عليها ناس قد ايه وهكذا. فدي برضو حاجات بتفرق في التسعير بتاعه. حاجة برضو مهمة جدا مستوى الدعم والمتابعة، لان ممكن حد يعمل لك موقع بسعر انت شايف ان هو سعر كويس او سعر لقطة، لكن بعد كده الموقع ده يحصل فيه مشكلة او يقع، فتيجي تتكلم معاه او تطلب منه دعم يقول لك لا ده ما كانش في الاتفاق، او قدم لك دعم بفلوس او ما يردش عليك. فدي حاجة برضو نقطة مهمة جدا لازم انت تكون فاهمها او سائل عليها او يكون متوضحة يعني في التعاقد مع الناس اللي انت هتتعامل معاهم. برضو حاجة زي تأمين الموقع والنسخ الاحتياطي والتحديثات الدورية، كل دي يا جماعة خطوات الناس لو بتعملها او لو الشركة بتعملها فطبيعي انها هتزود عليك السعر، لان دي حاجات بتاخد شغل وبتحتاج ناس عندهم خبرة ان هم ينفذوا الكلام ده. فانت يعني دايما زي ما مش هقول الغالي ثمنه فيه، بس هقول يعني ايه السعر ما تروحش دايما او تجري ولا ورا السعر القليل، ان انت هتشوف يعني سعر بسيط كده تحس ان هو لقطة. لا، ممكن تكون في نقط مستخبية زي ما انا قلت لك كده. بيبقى من اشهرهم موضوع الدومين، ان هو يجيب لك دومين دوت اونلاين او دوت سايت، وبعد كده هتتفاجئ ان التجديد بتاعه بيطلب منك في تجديد الدومين بس في السنه
2000 جنيه مثلا ولا حاجه. برضو الحاجات اللي بتفرق في السعر، هل انت عندك محتوى، هل الشركه هتكتب لك محتوى، هيصمموا لك صور، هيصمموا لك لوجو، كل ده برضو بيكون ليه تكلفه. فانت دايما بص الموضوع ان الموقع ده هيعود عليك بقيمه عامله ازاي، هيجيب لك عملاء عاملين ازاي. يعني لو انت عندك صفحات السوشيال ميديا بتجيب لك مثلا يعني باي ارقام بتجيب لك 10 عملاء في الشهر، فلو انت صممت موقع وعملت عليه كده، كتبت فيه شويه محتوى وشويه تهيئه اساسيه كده للاس اي او، وبعد كده دخل لك من الموقع ده مثلا 20 زي 20 عميل كمان، فدي كده ما تبصهاش انها تكلفه، انت بص ان هي استثمار. فكده احنا تقريبا نكون غطينا كل الاساسيات الخاصه بالموقع التعريفي للشركات او الويب سايت التعريفي للشركات، يعني ايه موقع تعريفي وليه هو مهم وليه بتحتاج ايه عشان تعمل موقع التعريفي ده. في الفيديوهات اللي جايه بعد كده ان شاء الله هنكمل انواع المواقع الالكترونيه واحده واحده، يعني المتاجر الالكترونيه، مواقع الحجز ومواقع الكورسات وهكذا، وهنشوف ليه التكلفه بتاعتها هتفرق من موقع تعريفي لمتجر الكتروني لموقع بتاع شركه سياحه وهكذا. لو في نقط اكتر محتاج اوضحها اكتب لي في التعليقات وهجاوبك عليها ان شاء الله. السلام عليكم.